هنشوف مع بعض المعيار اللازم من الرز لكل كيلو حليب عشان يكون معانا مظبوط بزيادة ويطلع معاكي رز بلبن قوامه كريمي وغني، وكمان هنعمله بطريقة اقتصادية. يلا بينا نشوف الطريقة على طول، بس ياريت ما ننساش اللايك وشير لكل حبايبنا. أول حاجة هنسمي بسم الله، وعندي هنا نص كوباية من الرز المصري، ما يعادل 100 جرام لو هنوزنهم بالميزان. ومادام هنعمل رز بلبن يبقى لازم نستخدم الرز المصري، وما ينفعش ابدا نستخدم اي نوع تاني زي الرز البسمتي او الرز الهندي. غسلناهم كويس جدا لحد المية بتاعتهم كده ما بقت شفافة، وفي حلة كده كبيرة هنبتدي ان احنا نضيف فيها كمية الرز بتاعنا. مهم جدا ان الحلة بتاعتنا تكون واسعة كده، لان طبعا كمية الرز مع اضافة اللبن وباقي الاضافات فحجمهم بيتضاعفوا، فلازم تكون الحلة كده مناسبة للكمية اللي احنا هنستخدمها. كمان ضفت عليها